ايه هي انواع الكحه؟ في عندنا نوعين من الكحه الجافه والكحه اللي بالغه، زي ما الناس كلها عارفه وزي ما بتسال السؤال ده كتير. كحه جافه يعني صوتها عالي ناشفه، ممكن تيجي من افرازات الانف الخلفيه، ممكن تيجي التهاب القصبه الهوائيه، ممكن تيجي من التهاب الحنجره، وبيبقى دايما في اول دور البرد الكحه اللي هي الجافه. ثم الكحه اللي فيها مخاط او بلغم، ودي الكحه اللي بيبقى فيها خروشه شويه في الصدر، دي بتبقى من افرازات الانف الخلفيه لو تقيله شويه. لو الطفل دوت عنده نزله شعابيه ممكن تعمل الشكل دوت. التهاب رئه ولا قدر الله ممكن يعمل كده. ازمات الحساسيه في الغالب بتحمل الكحه ببلغم. اسباب الكحه كتير جدا، ممكن من داخل الجهاز التنفسي، يعني لو قلنا التهاب الشعب الهوائيه، التهاب الشعيبات الهوائيه، التهاب القصبه الهوائيه اللي هو اول الصدر، التهاب افرازات الانف الخلفيه والتهاب الجيوب الانفيه وحساسيه الانف ممكن يعمل كحه، التهاب الشعيبات الهوائيه، التهاب الرئوي، ازمات الحساسيه، كل دي اسباب للكحه من داخل الجهاز التنفسي. ممكن كمان من خارج الجهاز التنفسي، لو الطفل عنده ارتجاع في المريء ممكن يعمل معاه كحه مزمنه وكحه ليليه. لو الطفل دوت عنده مشكله لا قدر الله خلقيه في القلب ممكن تعمل احتقانات في الرئتين، فبالتالي بتعمل نوع من انواع الكحه. اهم نصيحه في الكحه ان هي الكحه دي عرض لحاجه تانية، مش مرض. مفيش مرض اسمه كحه، فبالتالي علاج الكحه ان انا اعالج سببها. سببه ارتجاع يبقى عالج الارتجاع، سببه مشكله في القلب يبقى عالج القلب، سببه الكحه الضيق في التنفس وازمات شعبيه يبقى انا محتاج جلسات بخار او ادويه مضاد للحساسيه. فعلاج النصيحه الذهبيه للام علاج الكحه في علاج سببها.